أنا صوفي. كنت فاكرة إن حياتي كعالمة أحياء بحرية كلها أبحاث وهدوء، بس اللي حصل غير كل مفاهيمي عن الطبيعة. القصة بدأت بعد مأساة في المحيط الهادئ، لما فريق كامل من العلماء اتهاجم من قرش أبيض عملاق اسمه ليليث أثناء مهمة بحثية. كنت هناك وشوفت كل حاجة، وليليث اختفت بعد كده زي ما كنت دخلت تحت الأرض. عدى 3 سنين وأنا مستقيلة ومنعزلة بسبب الذكرى دي، لكن فجأة بيجيلي بلاغ غريب من وحدة الشرطة البيئية في باريس، بيقولوا إنهم لقوا قرش في نهر السين. طبعاً في البداية قلت مستحيل، قرش أبيض في نهر دي مية عذبة، بس الفضول العلمي والكوابيس اللي ما بتفارقنيش خلوني أوافق أرجع وأنضم للتحقيق. نزلت باريس والمدينة عايشة حياتها عادي، بتحضر لبطولة سباحة عالمية هتتعمل في النهر لأول مرة، والناس كلها مبسوطة. بس تحت السطح في ظلمة المجاري والقنوات المائية القديمة كان في كابوس بيستنى يطلع. بدأنا نحقق وننزل نستكشف تحت المدينة، وهناك شفتها ليليث، نفس القرش اللي هرب من المحيط بس كانت أكبر وأشرس وكأنها اتطورت. اللي حصل بعد كده كان مرعب. ليليث بتتحرك وسط أنفاق باريس كأنها بتنتقم. كل مرة نحاول نرصدها بتفاجئنا من اتجاه تاني، تهاجم غطاسين، تاكل بشر وبتختفي تاني في العتمة. ومع الوقت اكتشفنا الكارثة الحقيقية، ليليث مش لوحدها، خلفت. نعم، في عش كامل من القروش في نهر السين بيكبروا بسرعة جنونية، وكلهم في طريقهم للخروج. حاولت أوقف البطولة بأي طريقة، بلغت الشرطة، بلغت العمدة، بس محدش صدقني. الناس افتكرتني مجنونة لحد ما بدأ السباق، وفجأة حصل اللي كنت خايفة منه. القروش خرجت وسط الناس والمية اتحولت لحمام دم. صوت الصريخ كان بيقشعر الجلد، وأنا وسطهم بحاول أنقذ اللي أقدر عليه. وفي النهاية ما كانش قدامي غير خيار واحد، أدخل النهر وأواجه ليليث وجها لوجه، وأفجر أحد أنفاق المجاري عشان أدفنها هي وصغارها جواها. هل نجحتي؟ هل خرجت؟ هسيب لك النهاية تتفرج عليها بنفسك. فيلم أندر باريس دلوقتي بيتعرض على قنوات تي في بجودة عالية ومن غير فاصل إعلاني واحد. لو عجبك الفيديو وحسيت إنك كنت معايا لحظة بلحظة، شاركنا بتعليقك وقلنا كنت هتتصرف إزاي لو كنت مكاني.